أنا نادين، والنهاردة مش بس هسمعكوا قصة، إحنا هندخل جوه قلب واحدة اسمها ياسمين. قلبها دافي وحبت شاب اسمه آدم، حبته لدرجة إنها وقفت قدام الدنيا كلها عشانه، حتى أهلها. بس أهلها رفضوه وقالوا لها إحنا شايفين اللي انتي مش شايفاه. لكن لما القلب يسمع العقل بيسكت. قررت تهرب، وبليل وهي لابسة عباية سودة وبتمشي على أطراف صوابعها نزلت من بيتهم وركبت معاه العربية وسابوا وراهم كل حاجة. سافروا على السعودية واتجوزوا جواز شرعي وخلفوا ولد وبنت، وحياتهم بقت شكلها مثالي قدام الناس. هي بتشتغل وهو بيروح شغله وفي شقة شيك ومعاهم خدامة فلبينية. لكن في يوم رجعت ياسمين بدري من شغلها، فتحت باب الشقة بهدوء، لقت آدم نايم في حضن الخدامة في قلب سريرها. في اللحظة دي الدنيا وقفت، بس هي ما صرختش. لقت آدم نايم في حضن الخدامة في قلب سريرها. في اللحظة دي الدنيا وقفت، بس هي ما صرختش، ما كلمتش. نزلت تحت العمارة وقعدت تفكر ازاي ترد من غير ما تزعق، من غير ما تلمسه. وتاني يوم استنته يروح شغله وطردت الخدامة. ولما رجع وسأل هي راحت فين، قالت له الشرطة قبضت عليها، عندها ايدز. وشه اتجمد، كل لون في وشه اختفى. ومن اليوم ده آدم بقى عايش في رعب، ما بقاش ينام. كل يوم وشه بيخس، عينه بتغرق، ايده بتترعش، حاسس انه ما تعدي بيه العدوى، حاسس انه بيموت بالبطيء. وهي كانت بتشوفه وهو بيموت قدامها كل يوم، بس الحقيقة انه كان سليم. كل ده كان وهم زرعته هي. ولما لقيته بينهار لحد ما بقى شبه الشبح، جابت ورق ومضته على كل حاجة وسابته سافرت وسابته غرقان في خوفه. ولحد النهاردة هو لسه عايش، بس مش حي، وما يعرفش إنه كان سليم من البداية. بس لو قرأ المجلة اللي نزلت فيها اعترافها يمكن يعرف، ويمكن ما يعرفش أبدا. دي كانت حكاية ياسمين. مش بنقول الانتقام صح ولا الغلط سهل، بس أوقات الألم بيخلق ناس تانية، ناس وجعها هو اللي بيتكلم. أنا نادين، واستنوني الحلقة الجاية، يمكن قلب جديد يحكي لنا حكاية.